السلام عليكم. عليكم السلام. كلنا نعرف العراق مقبل على استضافة كأس الخليج، ومن 40 سنة العراق ما مستقبل البطولة. أريد رسالتك للجماهير العراقية والإعلام العراقي شلون نآزر منتخبنا بهذه الفترة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الخطوة الأخيرة باستضافة الخليجي 25 يعد بارقة أمل باتجاه عودة الرياضة العراقية إلى الواجهة، وبنفس الوقت ظروف بلدنا اللي يعني معلومة للجميع، نقطة تحول. خليجي 25 نقطة تحول باتجاه الانفتاح والعودة إلى الحاضنة العربية عموما وإلى الوسط الرياضي. شلون نشوف استعدادات الاتحاد العراقي والوزارة حاليا بملعب المدينة وملعب الميناء؟ بالمعيار النسبي وليس المطلق، يعني تعتبر الأمور جيدة. رسالتك للجماهير الخليجية اللي راح يجون للعراق، وتعرف من سنوات احنا متعطشين نستقبل إن كانوا عرب أو أجانب يعني. نعم، احنا بالحقيقة كشعب عراقي ندعو الأخوة في الخليج إلى أن يقبلون بقوة على هذه الفعالية من أجل أن تنجح، لأن باعتبار هكذا فعاليات تعتمد بشكل كبير على الحضور الجماهيري، على المؤازرة، على يعني التفاعل بشكل عام. لذلك هي دعوة إلى أن تقدم هذه الجماهير وبقوة على هذه المناسبة. السؤال الأخير، المباراة النهائية بين من واللقب منو ياخذه؟ ابتداء أعتقد يعني أنه راح تكون بين البحرين وعمان، وأعتقد راح تكون العمان. مشكور، شاكر لك حبيبي. عفوا.